نظام نقل الحركة إلى العجلات. ذكرنا سابقا أن المحرك هو المصدر الأساسي لتوليد الحركة الدورانية في السيارة، وقد ذكرنا أيضا أن هذه الحركة الدورانية تنتقل من محور المرفق إلى مبدل السرعات عبر الفاصل. والسؤال الآن هو: كيف تصل هذه الحركة الدورانية إلى إطارات السيارة؟ يرتبط المحور الثاني في مبدل السرعات مع محور نقل الحركة الرئيسي في السيارة. هذا المحور متصل بدوره مع محوري نقل الحركة الفرعيين عن طريق علبة التروس الفرقية. تحتوي هذه العلبة على مجموعة من التروس وظيفتها إيصال الحركة الدورانية لكل محور من المحورين الفرعيين حسب ظروف المسير. فمثلا عندما تسير السيارة في خط مستقيم يحتاج الإطاران الخلفيان إلى نفس العدد من الدورات لتحريك السيارة، أما عندما تدور السيارة على منعطف ما فإن كل إطار يحتاج إلى عدد مختلف من الدورات، وذلك لأن الإطار البعيد عن مركز المنعطف يقطع مسافة أكبر من الإطار القريب من مركز المنعطف، أي أن الإطار الأخير يحتاج إلى عدد من الدورات أقل من الآخر. تتم هذه العملية من خلال نقل الحركة إلى المحورين الفرعيين عن طريق هذين المسننين المرتكزين على هذه القطعة المثبتة على الترس الرئيسي في علبة التروس الفرقية. هذه القطعة تسمح للترسين بالدوران الحر على محوريهما، فعندما يدور عمود نقل الحركة الرئيسي يدور معه الترس الرئيسي، وبالتالي يتم تدوير الترسين اللذين بدورهما يدوران محوري الحركة الفرعيين. وإذا ثبتنا أحد المحورين الفرعيين ومنعناه من الحركة يستمر الآخر بالدوران، وذلك لأن هذين الترسين يبدأان بالتدحرج على مسنن المحور المتوقف وتدوير المحور الحر، وبنفس الكيفية يتم تدوير المحورين بعدد مختلف من الدورات ليتناسب مع ظروف المنعطفات كما ذكرنا سابقا. وأخيرا، فإن الحركة الدورانية تنتقل من علبة التروس الفرقية إلى الإطارات عن طريق المحورين المتصلين مع علبة التروس الفرقية من جهة ومع الإطارات من الجهة الأخرى. بهذه الطريقة تبدأ العجلات الخلفية بالدوران دافعة السيارة للأمام.